السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ادم الحمد لله يعني بدأ يتحسن، وشكرا لكل اللي سأل عليه. ربنا يكمل شفاء على خير ويقدرني يا رب العالمين. مين بقى اللي كانت عايزة تشوف السردين بعد ما يتفتح عليه؟ انا عايزة اقولك ان دول اصلا اخر حبة سردين موجودين، يعني دول اخر حاجة. خلاص كده البرطمان شطب يعني. اللهم لك الحمد. فانا عايزه اوريهولك بقى. شايفين؟ في ناس هتقولك يا ده ني. هو مش ني، هو مش ني يا جماعه، هو مستوي في الملح، هو طايب في الملح، مش ني خالص. بصوا الشوكه بتاعته بتتشال بكل سهوله. لو ني ما تعرفيش تفصلي الشوكه عن اللحم كده. واللحم بتاعه مزبت، بصوا تحفه تحفه تحفه. جميل، جربوه. هو ملح وشطه بس، يعني مش حاجه تانية يعني. فالناس اللي هم اساسا ما يعرفوش ان ده يعني ايه، فاكرين ان هو ني، مثلا بناكل ني، هو مش ني يعني. فينا من الصينيين ولا ايه؟ يلا الحمد لله. المهم بقى، مين اللي كان عندي؟ ايمي كانت عندي والله، كانت بتفطر معايا صاحبتي انا، وكانت بتبص على ادم. جت تسأل على ادم وفطرت معايا. فقلت لها ايه رأيك بقى نعملها بلدي ونعمل قعدة على قديمه. ودخلنا بقى نفطر فين؟ في البلكونة. بصوا، قاعدة على قديمه وفطار على قديمه، كوبايتين شاي على قديمه، كله على قديمه. بس ما حبيتش انا اطلع وشها لان هي مش بتظهر يعني وكده. بس ففطرنا بقى حمدنا ربنا، وبعد كده بقى ايه قمنا. فهي قعدت معايا بقى طول اليوم. نزلنا اشترينا حاجات من السوق وجينا. واحنا جايين كان عندي خلطة محشي باقية من اليوم اللي قبليه. اما عملت ورق العنب رحنا جايبين ربع كيلو ورق عنب كمان. فعشان خاطر الولاد اصلا عايزه اقول لكم ان بقى يسالوا عليه، مفيش يا ماما كمان حبه ورق عنب؟ مفيش كمان حبه ورق عنب؟ فالحمد لله يعني اتنسف. فقلت خلاص هعمل لهم كمان ايه، ربع يعني ايه ورق عنب. وهنا بقى ايمان بتورينا ازاي ان هي اتعلمت وبقت شطوره واتعلمت تلف ورق العنب. لان انا اللي ايه، اللي وريتها يعني وكده. فعملته جميل ما شاء الله، تسلم ايديها. وبقى ايه، رحت عامله دستة الرز، ورحت ماسكه بقى الرز اللي فضل من الخلطه، لان ورق العنب ما بياخدش رز كتير. الرز اللي فضل من الخلطه عملته في دستة، عملته في برام. ودي كانت فكرتها هي، يعني ما طيبتوش بقى على النار، لا حطيته في الدستة كده وزودت عليه شوربه. وهزود عليه كمان كده نقطتين اللبن دلوقتي اللي هيفضلوا معايا. وهنا الدست بتاعتي بقى غليت لها لبن، بحط على اللبن نسبة مية بس مش كتيرة، عشان الدست تطلع حلوة كده وريحتها جميلة. فحطيت بقى ايه المية اللبن للدست والحياء بتاعهم. وحطيت كمان ايه اللي فضل، الحبة اللي فضلوا دول للايه، للبرام ده. بس المهم بقى، ده استاذ صالح بعد ما جه من الحضانة وهو بيتغدى. شكله كان قمر قوي. انا بحاول اعوده ازاي ان هو يقعد ما يوسخش حواليه وكده، ويبقى نظيف ويقوم هدومه نظيفه كده يعني. كان في بقى متابعة عندي قالت لي صوري صالح، انا عايزه اشوفه، وحشني قوي، ما بتصوريهوش. والله عشان هو بيبقى في الحضانه وبيلعب وكده. فانا ما بحبش اضايق حد من عيالي ان يلا هنصور وكلام من ده، يعني بسيبهم عايشين حياتهم الطبيعيه كده. فانا عايزه اشوف صالح، انا عايزه اشوف صالح يعني ايه. صالح اهو. يا حبيبتي ده يعني هو يتمنى يشوفك، ربنا يخليك يا رب ويحفظك ليا يا رب. زي ما انتي، انا اللي يحب ولادي ده اشيله جوه جوه عينيا. بصوا بقى، دخلنا على المطبخ هنا عشان اشطب المواعين. كنت عايزه اقول لكم بقى على حاجه. لان كان في كومنت انكتب عندي، انتوا عارفين ان انا بتابع كومنتاتكم، بهتم بيها، ربنا عالم ان انا نفسي ارد عليها كلها. انتوا كلكم صحابي واخواتي، مش مجرد متابعين. ففي واحده كده احنا 5 افراد وعايشين في شقه تمليك مش في ايجار. ربنا يا رب يا رب يا رب ما شاء الله يحفظهم يا رب، ويزيد البيت بيتين يا رب، ويبقى عندهم مدى الشقه عماره. وانا بصرف 20 الف في الشهر، وجوزي بيتخانق معايا على المصاريف، وبيقول لي ان كده كتير واوفر. وانا مش عارفه اعمل ايه، هو انا فعلا كده مبذره، ولا انا مثلا ايه، كده عادي. بصي بقى، انا مش هقولك زي ما اغلب الناس، في ناس ياما مثلا هتدخل تقول ايه، لا ده كتير، لا ده 20 الف، احمدي ربنا وبوس ايدك وش وظهر والكلام ده كله. يا جماعة ما بتتحسبش كده خالص، انا مش هقولك كده. اولا هو الحمد لله على كل حال، واقل من كده والدين، واكتر من كده والدين، ونعمة ربنا كلها ايه حلوة. بس انا مش هقولك زيهم ان غير يعني ايه النظام بقى اللي هو ايه، محدش بيطول الكلام ده وكده. لا بالعكس بالعكس، ربنا يزيدك يا رب ويهنيكي ويديكي بدل 20 الف 40 الف في الشهر، وتعيشي يا رب كده وتصرفي انتي وولادك وتتهني.
هي النظرية في ايه؟ ان الناس مش عارفة ان ممكن يكون عندك ولاد مثلا في كليات مصاريفهم كتير، او ممكن يكون جوزك مثلا معودكوا على نظام اكل معين، ولو عملتي مثلا او هفقتي او عملتي اي حاجة على قد ما بيحبهاش وما بيرضاش ياكل، فعايز كل يوم مثلا طبخ معين، ما بياكلش الاكل البايت، بياكل انواع حاجات او ماركات حاجات غالية، لبن معين، انواع جبن معينة، كلام من ده. ف فده طبيعي يعني، يمكن ال20,000 كمان لو انتوا بتعملوا اللي انا بقول عليه ده ما تكفيكمش. ف والله العظيم انا ما بهزرش يعني، انا عارفه ان في ناس ممكن تقول لك ايه، انتي ليه بتقولها كده بدل ما تقولها مثلا لا ده كفايه 5000 ده كفايه 6000. انا ما اقدرش اقول لها كده ان انا مش عايشه معاها. زي ما قلت لك ممكن يكون اساسا جوزها اللي بيتخانق معاها على المصاريف دي بيطلب حاجات معينه او ليه نظام في الاكل معين. فعلى حسب نظامك يا حبيبتي، اللي اقدر اقوله لك ان ممكن الحاجات اللي هي بعيده عن جوزك وبعيده عن ولادك، مصاريفهم وكلام من ده، زي مثلا بند المنظفات، بند الغسيل، بند الحاجات دي ممكن توفري فيها. مش لازم تجيبي ماركات تكون غالية، لو انت بتجيبي اي سلوحة. انا جاية اهو يا راح. هاتي هاتي فلوس. حاضر هنجيب فلوس اهو، لسه جبنا سيرة الفلوس، جه يقول لي هاتي فلوس. فزي ما قلت لكم ممكن توفري في، نجيب بوسة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. انا نسيت كنت بقول ايه، بند المنظفات والحاجات ده، هي لو انت مثلا بتستخدمي ماركات صابون مواعين غاليه، مسحوق غالي، حاجات معينه استهلاكك فيهم كتير، ممكن ترشدي استهلاكك فيهم وترشدي الانواع اللي انت بتجيبيها، بحيث انها تخف عليك المصاريف شويه، توفر لك مثلا زي ما توفر بقى، شوفي هتوفر معاكي قد ايه. ممكن كمان تحاولي توفري من وصولات لو انت يعني 20,000 دول بالميه والنور والغاز، حاولي انك توفري في وصولات النور شويه، تقليل الاستهلاك، يعني على قد ما تقدري يعني، بحيث برضو ان ما يحصلش مشاكل في بيتك، لان انت قلتي ان بيحصل خناق بسبب الموضوع ده. فحاولي تقللي الخناق ان شاء الله، لو هتوفري 2000 3 ان شاء الله، اي حاجه يحس ان الموضوع بيهدى. انت عشان هو بس يحس ان الضغط عليه هذا، فيهدي الدنيا معاكي. لكن انا ما اقدرش مثلا ايه، انا عارفه ان ممكن الناس تستغرب كلامي، لكن انا عشان مش عايشه معاه يا جماعه، كل دار ولها مدار، وهي ادرى بظروفها الحياتيه. يعني انا بحاول انصحها باللي اقدر عليه، لكن ما اقدرش. وبعدين ال20,000 والله العظيم انا عارفه ان هما مثلا بالنسبه لاتنين عرسان جداد، ما هو رقم كبير ماشي، بالنسبة لاتنين عايشين لوحدهم او واحد عايش لوحده رقم كبير، بالنسبة لتلاتة عايشين لوحدهم وفي شقة تمليك ممكن يكون برضو رقم كبير، لكن بالنسبة لأفراد كتير، 5 6 أشخاص، ويعلم بقى في اللي في كليات، في اللي ثانوية عامة، في اللي بياخد دروس، في اللي بتاخد مصروف كل يوم وهي رايحة الكلية وهي رايحة الجامعة وهي رايحة الدرس، فأكيد هتلاقوا يا دوبك ال20,000 دول يا دوبك. والله العظيم أنا بشوفه، أنا عايشاه والله يعني. أنا بقول يعني في ناس تقول لك مثلا، في ناس بتجتمع على انها بعمل حاجات كتير، في ناس بتجتمع على انها بعمل حاجات قليل، كل واحد واستهلاكه. والله يعني انا واحده من الناس، انا بحاول برضو في الموضوع ده وجع لي دماغي، ليه؟ من كتر ضغط المصاريف برضو. نعم. بس هو الزمن اللي احنا عايشينه ده كده، الفلوس قيمتها قلت جدا جدا جدا. فما تستغربوش يا جماعة لما حد يجي يقول لكم مثلا انا بصرف في الشهر 30,000، انا بصرف في الشهر 20,000، انا بصرف. طب ما انا اساسا انا يعني لما اجي احسبها كده، لو هحسبها بالاكل والشرب والدروس والايجار، طب ما هو عدوا بقى واحسبوا معايا 3000 ايجار، وقولوا اقل حاجة نت ومية ونور وغاز، ادي 1000 يبقوا 4، حطوا عليهم 2000 دروس يبقوا 6، حطوا عليهم اكل بقى وشرب يعني. احنا بندخل في ايه، في ال 12 13 الف وكده، ممشيه الدنيا بالعافيه يعني. انا كده ضغطه نفسي، وانتوا شايفين من نفسكم على قد ما اقدر بحاول اوفر. فانا مش مستغربه الست يعني، عشان كده انا مش مستغربه، بقول لكم ممكن تكون هي ولادها في كليات، هي قاعده في تمليك مش في الايجار، فالموضوع الايجار ده متوفر الحمد لله معاها. بس ممكن يكون هي مش بتدفع ايجار، بس بتدفع مثلا دروس ثانويه عامه اكتر من الايجار، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون بتدفع دروس ثانويه عامه اكتر كمان من الايجار. فربنا عالم بظروفها، ربنا يقويك يا حبيبتي، يرشدك الصواب، وتقدري ان شاء الله ما يحصلش مشاكل في بيتك، وتقدري انك تدبري نفسك. وزي ما قلت لكم احنا حامدين وشاكرين وفضل ونعمه، وربنا يخليه لك جوزك يا رب، ويعيش ويديلكم ويصرف عليكم. بس يعني ده اللي اقدر اقوله لها. لا اقدر اقول لها دول ياما، ولا اقدر اقول لها دول شويه، كل واحد بقى ايه عارف ايه مصلحته فين. بس كده. المهم، عملت ايه هنا بقى كده، غسلت المواعين وغسلت الحوض ولمعته وخليته زي الفل. جيت هنا على الرخامه،
بالنسبه بقى لطقم التوابل اللي انتوا شفتوني بغسله دلوقتي كده وبنضفه بعد استخدام، وانتوا عارفين بيقولك ايه بقى، لا تذم ولا تشكر الا بعد سنه وست اشهر. هو في عندنا مثل مصري بيقول كده، يعني لا تقول واو على حاجه وحلوه وحلوه، مش عارفه انا ما بمشيش بالمثل ده، انا اي حاجه بتعجبني بقول عليها واو، بس المره دي هقول لكم كده يعني. ما تقولش على حاجه لا حلوه ولا وحشه الا سنه وست شهور، يعني سنه ونص، تكون عدت مدة حلوة، فتقدر ان انت تقول رأيك فيها بصراحة. فهو بقاله عندي فترة كويسة اهو. فعايزة اقول لكم ان هو بيلم دهون جامد جدا يا جماعة، لانه معمول من البلاستيك اللي شبه العاج شوية ده، اللي هو بيبقى مشبح بغيره، فبيلقط اي دهون. فلو انتوا هتجيبوه ابعدوه خالص عن سكة اي دهون. انا اول مرة قلت يمكن عشان كنت مقرباه جامد مثلا وانا طرطشت عليه زيت وانا بحمر بطاطس او ونضفته، لكن بعد كده اكتشفت لا، ان المسألة مش مسألة ان هي طرطشت، هو بيلم يا جماعة دهون، بيلم حاجات. فعشان كده بقول لكم لو يعني حد جابه ابعدوه بقى خالص خالص عن سكة اي دهون على البوتاجاز، بس كده. المهم بقى دخلت هنا على البوتاجاز، حاولت ان انا ارتب الرخامة. انا حطيت اللي هي الصينية، حطيت فيها ازايز والحاجات دي كلها عشان المها، لان انا هغير شكل الرخامة. انا حاسة ان انا محتاجة ان انا اغير من شكل مطبخي واخليه حاجة تانية غير اللي هو عليها. يعني انا حاسه ان انا عايزه ده، نفسيتي طالبه تغيير في المطبخ. فانا بدات الحمد لله اللي هو بالتنظيف العادي خالص ده، عشان لما اجي اغير يعني او احرك حاجه من مكانها، انضف بقى ورا الحاجات، ورا الغسالات، ورا البوتاجاز، يبقى انا كده ايه، الدنيا معايا نظيفه، ما بقاش كركبت كله على بعضه على نفسي يعني. فقلت اخلص الكام حاجه دول النهارده. عملت الحقيقه على الرخامه، وعملت الرخامات، وعملت الحوض، خلصت كل المواعين، ولمعت بقى البوتاجاز، غسلته غسله محترمه، ولمعته من بره ومن جوه ومن كل حاجه لحد ما بقى زي الفل. هركب بقى العيون بتاعته بعد ما غيرنا لها الفويل، وبقت بصوا بتبرق. خلاص كده هلمعه بس من قدام، عشان بصي ما تنسيش حاجه بوتاجازك. انا بستعجب عن، يعني مش بستعجب برضو، انا مش عايزه استعجب على حد. هقول لكم ايه هقول لكم يعني ايه، انا بستغرب لما بشوف ناس بتغسل البوتاجاز من فوق بس، من عند الفواني والعيون وكلام من ده، وقشطه بقى المرايه مع نفسها، وقشطه بقى البوتاجاز من قدام وبالجناب مع نفسه، يعيش حياته مع نفسه، هيغسل نفسه بنفسه، هيتنضف تلقائيا. فلا، انا بغسل بوتاجازي، اغسل كل حاجه فيه ومن غير كب ميه كتير، رغوه وصابون بس كفايه انه يلمع لي البوتاجاز، ولو انا ايدي فيه على طول هيبقى نضيف على طول. فاهمين قصدي؟ فلازم زي ما اتغسل من فوق يتغسل من الجناب من قدام ومن المراية ومن كل حاجة كده، عشان يبقى بيبرق. فمسكته بقى غسلته كده، خليته زي الفل زي ما انتوا شايفين اهو، ولمعته كمان بالفوطة بتاعتي. وطبعا المراية بصوا دواها زي ما قلت لكم، اللي هي الايه، المساحة دي بتخليها زي الفل، بتخليها بتبرق كده. بس وايه بقى، وبعد كده بقى هنقوم نعمل حاجه حلوه للولاد. صلوا على رسول الله. النهارده انا هعمل معاكم ايس كريم، لو دقتيه هتبطلي تجيبي ايس كريم للولاد من بره خالص. لا فيه بقى مواد حافظه، حاجات طبيعيه مفيده للاطفال، وهتعجبهم جدا، وفي نفس الوقت هتوفري. يعني هو كلفني بالظبط 25 جنيه، و كوبايه لبن، 25 جنيه وكوبايه لبن ومعلقتين سكر. فحلو قوي ان احنا عدد افرادنا كبير، يعني احنا الستة اكلنا منه الحمد لله بزيادة وشبعنا، يعني البولة ما شاء الله كبيرة. لو جبتها من بره هتعدي كمان ال20 جنيه. يعني انا كنت لما بتاخدي حاجة زي دي طبيعي اصلا، كان في محل اللي هو اسمه ايه، الاصدقاء تقريبا او حاجة كده في اسكندرية، كانت بولة واحدة شبه كرة البينج بونج، بس عشان هو طبيعي شبه كرة البينج بونج، كانت عاملة في علبة كده، كانت عاملة 20 جنيه. تخيلوا، والله العظيم. طب انا دلوقتي هعمل ل6 افراد، وكل واحد يعني ما شاء الله بقى محطوط له كذا حاجه. انا اول مره النهارده نستخدم اللي هي البوله بتاعه الايس كريم، اللي هي المعلقه بتاعه الايس كريم ده، هي ما ظبطتش معايا قوي، بس مصيرها تظبط، يعني مصيرها ان شاء الله تظبط. طب انا معايا ايه دلوقتي؟ انا معايا، بص صلاح خد الفراوله وانا لسه ما قطعتهاش. انا معايا نص كيلو فراوله مغسوله ومتفرزه، متفرزه ومتلجه، تمام.
ومعايا ب10 جنيه كريم شانتيه، ومعايا معلقتين لبن بودرة ممكن تحطيهم ممكن لأ، ومعايا كوبايتين لبن، حطيت كوبايتين مش كوباية على فكرة، وكم معلقة سكر، معلقتين 3 حسب الرغبة وحسب ما انت عايزة تحليه. يس. واضربيه واضربيه بقى في الايه في الكب او في الخلاط. هاتي بس بنا ولو في الكب هيكون احسن كمان، او في خلاط، الاتنين هيدوكي نفس النتيجه، بس بالنسبه لي الكب احلى. هتضربيهم، لا لسه يا صالح، هتضربهم بقى كده ضرب كويس لحد ما، خلصتي؟ معلش يا جماعه صالح بيهزر معانا. المهم هضربهم بقى كويس كده لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده، وهبدا ان انا احطهم في اي حاجه، علبه، طاجن بايركس زي اللي انا حطيت فيه ده، اي حاجه، وهغطيهم بقى، هغطيه بستريتش رول، وهدخلهم بقى الفريزر يعني 4-5 ساعات كده. يعني مثلا انا عاملاه دلوقتي مثلا الساعه 5 المغرب على الساعه 11 كده بالليل، لما ابتدي اطلعه واحط للولاد منه. تعالوا بقى نشوف لما يطلع. طبعا اول مره زي ما قلت لكم استخدم اللي هي البلو بتاعه الايس كريم دي، بس حاسه ان هي كبيره، مش عارفه بيتهيألي ولا ايه. بصوا انا اشتريتها، مش عارفه بقى هي كبيره يا جماعه، هي دي كبيره صح؟ كبيره كده ولا انا اللي غلطانه ولا ايه؟ وبعدها غرستها كده من تحت وجريت، فحسيت ايه ده كتير قوي، ايه كل ده؟ حسيت ان انا استعملتها غلط اصلا. بس ان شاء الله المره الجايه استعملها احسن من كده شويه، اكون اتدربت عليها حبه. بصوا كده بقى، يعني ايه، حسيت ان انا يعني ظبطت معايا اكتر من اول مره. اكيد مش ظابطه قوي يعني، بس حلوه يعني حلوه. بصوا بقى شايفين البوله عامله ازاي؟ حطيت لنا كلنا ما شاء الله، طعمه جميل، وبصوا تحفه، وبيدوب في البق كده، وبصوا حاجه خرافه، ولا طعم اللبن فيه خطير. جربوه يا جماعه ما تنسوش، ومع السلامه.